كان في الغالب يحدث روحها قائلا: حين كنت ترسلين لي صباح الخير أنا استيقظت، كنت أقول لنفسي: وماذا يعني أن تستيقظ؟ جميعنا نفعل. حين كنت ترسلين لي أفرم البصل الآن، كنت أقول: وما همي بالبصل أنا. حين كنت ترسلين: ضفرت شعري ضفيرتين، كنت أقول: هي لسخافة رسائلها أحيانا. حين كنت ترسلين: أتحدث مع جارتي فاطمة عن مشاكلها مع زوجها سعيد، كنت أغضب وأقول: ما شأني وحياة فاطمة أنا؟ الآن يا صغيرتي، وبعد عامين كاملين من فقدانك، لازلت أتفقد بريد رسائل، أبحث عن تفاصيل يومك فيه. أشعر بالحيرة حول شعرك، كيف حاله الآن؟ بضفيرتين أم بواحدة؟ أو ربما أصبحت ترسلينه على كتفيك. أود فقط لو أعرف متى استيقظت اليوم. أنشيطة كعادتك؟ ينتابني الفضول حول فاطمة وسعيد. ترى هل تشجر اليوم أيضا أم هي هدنة؟ وأعاقب نفسي وأسأل في كل دقيقة: ترى ماذا تفعل هي الآن؟ تفاصيلك التي لطالما استسخفتها تسخف هي في الآن وتجعل مني مضحوكة. نحن لا نشعر بقيمة ما نملكه، ولا بأولئك الذين يمثلون في حياتنا خلف الكواليس، حتى نفقدهم.